لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة معنا نجم من نجوم الزمن الجميل، أبو السينما المصرية، الفنان حسين رياض. انت فين يا جهاد؟ انت فين يا جهاد؟ انت فين يا جهاد؟ نبذة سريعة مختصرة عن حياته الفنية. ولد الفنان حسين رياض يوم 13/1 عام 1897. ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة. انا بتكلم يا حسين، انا بتكلم. وهو أحد أروع وأشهر نجوم الزمن الجميل في القرن العشرين. تفرغ للتمثيل سنة 1916 حينما ترك الدراسة نهائيا، والتحق بفرقة جورج أبيض، ثم أنصار التمثيل والسينما، وبعدها انضم إلى معهد التمثيل العربي، وكان معهد أهليا. تقدروا تجيبوا أي مطرب تاني يحيي الحفلة. انت اللي هتغني يا منعم. استاذ مختار صالح، انا مش مصدق عينيا. ده عم جد الله. ايه اللي جابك يا عم جد الله؟ عاوزني اتاخر عنك وانت في موقف زي ده؟ وحينها تعرف على بشارة كريم، وفي سنة 1923 عمل بفرقة يوسف وهبي ومنيرة المهدية ونجيب الريحاني وعلي الكسار، حتى استقر به الحال في عام 1935 بالفرقة القومية، وعمل مسرحيات على مسرح الشانزليزية في الفجالة بالقاهرة. لا يا استاذ، علشان اقابلك. اصلهم مش راضيين، كل ما اقول لهم عايزه اقابل الاستاذ يقولوا الاستاذ مش فاضي يقابل حد. وعاوزه تقابليني ليه؟ تعرفيني؟ في حد في الدنيا ما يعرفش الاستاذ علام الموسيقار الشهير صاحب الالحان الرائعه؟ مش عاوز اعرفه. عايزه تقابليني ليه؟ بدأ رحلته الفنية والسينمائية بفيلم صاحب السعادة كشكش بيه عام 1931 مع العملاق نجيب الريحاني. يا هانم، قال الله تعالى في كتابه العزيز: الجنة تحت أقدام الأمهات. وده في حد ذاته أعظم تكريم للأم. وبعدها بدأ في سلسلة أفلام كبيرة في السينما المصرية. قدم 320 فيلم في السينما المصرية، و240 مسرحية، و150 مسلسل إذاعي. يعني هنا ايه اللي جايباه ده؟ ملبس ماشي. نوسة يا بنتي، آخر حاجة من ريحة المرحومة. تزوج مرة واحدة من خارج الوسط الفني، وأنجب 3 أبناء، بنتين وولد. من أشهر أعماله فيلم رد قلبي، وفيلم شارع الحب، وفيلم السبع بنات، وفيلم وإسلاماه، وفيلم الجسد، وفيلم ربع العدوية، وأفلام كثيرة. وفيلم ليلة الزفاف ده كان آخر فيلم ختم به أعماله وانتهى منه ولم يشاهد عرضه، لأنه رحل عن عالمنا يوم 17/7 عام 1965، وتم عرض الفيلم عام 1966. رحم الله الفنان حسين رياض.